حظ وطاقة برج الجوزاء. نبدأ بسم الله والصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. برج الجوزاء بتشعروا بتعب نفسي وعندكم ضيقة وأزمة مالية بتمروا بيها الفترة دي، وعندكم حزن بسبب الأزمة دي. بتكرهوا الأزمات المالية جدا. برج الجوزاء أهم حاجة عنده الأمان المادي زيه زي برج العذراء، علشان كده عندك تعب نفسي بسبب الضيقة دي. انتوا تخطيتوا ظروف صعبة جدا يا برج الجوزاء، واخدتوا قرار بالتحرر من الحاجات اللي بتزعجكم. عندكم امنيات واحلام كبيرة جدا، وامورك واحوالك في حالة جمود. حاسس بوقف الحال بقالك فترة يا برج الجوزاء، لكن ان شاء الله كل ده هيعدي وهترجع لطبيعتك مرة تانية، والحظوظ هتبدأ تترك الابواب من جديد. العرقلة اللي في حياتك بسبب اشخاص مركزة فيها تركيز كبير جدا يا برج الجوزاء. حاسدينك على ذكائك وعلى تميزك وعلى جذبك للأموال. برج الجوزاء من الأبراج الغنية الجاذبة للأموال، اللي دايما بتفكر في عملها وبتوصل لأهدافها. في أشخاص انت مسؤول عنهم يا برج الجوزاء عاملين لك قلق في حياتك، وممكن يكونوا هم سبب الأزمة المالية اللي انت فيها. تعرضت لوعكة من الماضي أثرها لسه موجودة في حياتك، لسه حابس نفسك في الماضي وبتفكر فيه يا برج الجوزاء. حاول تخرج منه وتنساه. انت بإذن الله مجبور من رب العالمين، وهتسترجع الحاجات اللي ضاعت من بين ايديك بإذن الله، والله أعلى وأعلم. عندك استرجاع حق وحق لأبنائك كان مسبب لك قلق كبير الفترة اللي فاتت يا برج الجوزاء. بالمناسبة احنا في اواخر شهر يوليو. للمصداقية، برج الجوزاء هتحصل على ورقة طلاق ولم شمل بينك وبين احد اسرتك. البعض من مواليد برج الجوزاء بيسعى للحصول على ورقة طلاق من فترة، الاوراق دي متعلقة، لكن ان شاء الله تقدر تحصل عليها الفترة اللي جاية. في اشياء انت نويت على تحقيقها يا برج الجوزاء وفقدت الامل فيها، لكن ان شاء الله هتتحقق الفترة اللي جاية باذن الله، والله اعلى واعلم. شهر 8 شهر تحقيق الامنيات لبرج الجوزاء. انفراجات كبيرة جدا من بعد تعب ووقف حال. البعض من مواليد برج الجوزاء بيعاني من مرض وبيحاول يستعيد صحته مرة تانية. عليك باستشارة الاطباء يا برج الجوزاء، وما تهملش في صحتك. في أعداء حولك كتير خصوصا في مجال العمل، مركزين عليك وبيستفزوك. حاول يبقى عندك لا مبالاة وما تنفعلش بسرعة وما تاخدش قرارات متسرعة يا برج الجوزاء. أنا شايفة أن عندكم طاقة تشافي كبيرة جدا الفترة اللي جاية من حسد وسحر عانيتوا منه، وكان هو سبب وقف الحال والأزمات النفسية اللي مريتوا بيها. برج الجوزاء بتعاني من شخص مقرب ليك بيستغلك أسوأ استغلال، عينه فارغة ما بيملاش عينه غير التراب. الشخص ده بيستغلك وبيحاول يحقق أهدافه على حسابك. الشخص ده مقرب ليك علشان كده انت مش قادر تتخلص منه. والبعض من مواليد برج الجوزاء عندكم شراكة متعددة أو في علاقة ثلاثية، والله أعلى وأعلم. لكن بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون عندك اكتفاء ذاتي يا برج الجوزاء. والبعض منكم بيفكر في زيارة عمرة، والله أعلى وأعلم. انفراجات كبيرة جدا، إيجابيات هتيجي في حياة برج الجوزاء هيسعد قلبه. خروج من الضيقة والأزمة المالية اللي بيعاني منها من فترة، لكن خلي بالك من مصروفاتك يا برج الجوزاء. انت بتصرف وترجع تندم. واسيبكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.